يا راديو للماضي سحره ومذاقه. أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. أيها السادة، هذه صورة من حياتنا المصرية سنة 1921 كتبها محمود يوسف ويرويها لكم حسين رياض. يا سلام على سنة 1921. كانت سنة عصيبة في حياة مصر، كانت سنة ولا كل السنين. سنة 1921 زي ما انتم عارفين جت بعد ثورة 19، وطبعا كان للثورة دي أثر كبير في حياتنا الاجتماعية، ونقدر نقول ان سنة 1921 كانت نقطة تحول خطيرة في حياة مصر، لأن الشعب بدأ يفوق شوية ويفتح عينيه ويطالب بحقوقه وحريته، مش بس من الإنجليز إنما كمان من السلطات الحاكمة. بس أنا مش هبدأ كلامي بالكلام في السياسة، نخليها شوية دلوقت وهنتكلم عليها بعدين. الحقيقة أصل السنة دي مرتبطة في ذهني بحادثة تانية، حادثة غريبة حصلت في الإسكندرية. ما هياش حادثة سياسية، لا، دي كانت حادثة كل ما افتكرها شعر راسي يقف. حادثة أثارت الرأي العام وقتها وكانت حديث الناس كلها. أقول لكم حادثة إيه؟ حادثة ريا وسكينة اللي كلكم دلوقتي عرفتوها. ومن الحاجات اللي افتكرها في الوقت ده إنه شاع في البلد بعد ما قبضوا على ريا وسكينة إن الحكومة هتحطهم في قفص وتعرضهم في جنينة الحيوانات. تصوروا كام واحد راح الجنينة علشان يتفرج على ريا وسكينة في يوم واحد؟ عارفين كام؟ 11,310. يا سلام، دي كانت حادثة فظيعة فيها وحشية وفيها إجرام. الحادثة دي كتبوها في كتب كانوا بيبيعوها بقرش وعملوا عليها روايات، وكانت مادة للكتاب والمخرجين لحد دلوقتي، وادي فصل من فصولها. يا خالتي رايا الحقيني، حاسه بالدنيا بتلف بيا. دي خمره نظيفه وجويه، مش قادره اقوم ولا قادره دماغي اعدلها. اتمددي شويه ترتاحي وتصحي تمام. وان كنت ما اصحاش يكون ربك معدلك. عزيزه يا اختي، ساكتيها ايه؟ اسكولانس يجيب داخل عن تيه. بربط صابونه بقى حبه ميه عشان نسلتهم ليه؟ حالا. انت بستنى ايه؟ سلتناهم ليه؟ ايوه. وبعدين؟ ولا طب ليه؟ لما تفوق ما تلاقيهمش مش هتعمل لنا فضيحه وتودينا في داهيه. اهدى. والعمل ايه يا معلمه؟ يبقى ما جاش الهوا سوا، بلاش النوبل، بلاش، ويعوض عليكم بقى في الصيغه. مش ممكن، دي فرصه، العصفور في اليد ولا 10 النوبه الجايه. معلوم. فكره معلمه من افكارك النيره. يعني ايه بس؟ هتقتلوها؟ تسلم في امك. طب نقسموها بقى عشان العمليه تبقى تمام ومظبوطه. ماشي. أني على
رقبتها وانا ايديها وانا صدرها وانا رجليها. لكن اسمعوا، موتناها وبعدين ولا الجثه انتوها فين؟ الله، مش ممكن نخرجوا بيها. خربتوا في شبر ميه، نفحطوا لها هنا وندفنوها. ماشي عزيزي، هاتي ايدك يا اختي نرجفوكي عشان تفوقي. مش قادرة يا صاحبة الضمة. اهو كده بالظبط كانت ريا وسكينة. شفتم ازاي كانت الحادثة فظيعة؟ يا ساتر يا رب. انما اوعوا تفتكروا ان ريا وسكينة اكمنهم ستات نقوم نكره الستات ونتهمهم بالوحشية. لا طبعا دول كانوا شواذ. وليه هو انا انسى المرحومة هدى شعراوي وزميلتها؟ ياما جهدوا وعملوا مظاهرات وجمعيات. يا سلام، الله يرحمها ويحسن إليها. كان لها أثر كبير جدا في إثبات وجود المرأة المصرية إلى جانب الرجل في المرحلة المهمة دي من مراحل كفاح الشعب المصري. وادي المرأة المصرية استطاعت أخيرا في عهد ثورتنا الحقيقية إنها تنال الحقوق اللي كانت بتطالب بيها هدى شعراوي. بحب قوي أسمع صوت الست دي الله يرحمها. تعالوا نسمع صوتها في حديث صغير. طبعا ده حديث انقال بعد سنة 1921، إنما أهو هنسمع صوتها والسلام. سادتي سيداتي، لما كانت أعباء الحياة ومسؤولياتها تنصب على كاهلي الرجل والمرأة على السواء، وتجمع بينهما الصلات القومية والواجبات الاجتماعية والمصالح الاقتصادية، فلا عجب إذا ساهمت المرأة بنصيبها في كل حركة وطنية، وشاركت الرجل السراء والضراء في جميع نواحي الحياة، وبرزت إلى الميدان كلما وجب البذل والتضحية في أوقات الخطر والمحن. فالمرأة بطبيعتها أشد حرصا من الرجل على كيان الأسرة، وأكثر محافظة على حقوقها، وغيرة على مستقبل بلادها وأولادها وكرامة قومها، لأنها الأم التي تشقى لتهب الحياة وتسهر على صيانتها لضمان مستقبل طفلها مهما كلفها ذلك من عناء، بخلاف زميلها الذي يؤتى الحياة من غير ما كلفة أو عناء، فلا يعرف لها قيمة ولا ثمنها، كأنما قد خلقت له ولم يخلق لها. وهنروح بعيد ليه؟ عندنا كمان مطربة مشهورة ربنا يخليها، السيدة منيرة المهدية. ياما جهدت رخرة وياما غنت للشعب ونفست عن آلامه وآماله. أنا فاكر رواية مثلتها السيدة منيرة المهدية سنة 1921. لا، مش رواية واحدة، الحقيقة مجموعة من الروايات مثلتها على مسرح دار التمثيل العربي. كانت روايات يبقى موضوعها باين إنه عادي، إنما كان في الواقع مليان تعبير بطريقة غير مباشرة عن عواطف الشعب الوطنية وإحساسه بالحرية. وبعض الليالي كان الجمهور بيخرج من مسرحها في شكل مظاهرات وطنية. تعالوا نسمع الست منيرة وهي بتحكي لنا عن أيام زمان. بقى شوفوا يا جماعة، أنا هقول لكم بقى الحكاية بتاعت مدة سنة 21 هي إيه. في الوقت ده طبعا كنت أنا الوحيدة في الأوبرا والأوبريت لوحدي بس، مفيش غيري أبدا، إلا أجواء تانية طبعا، لكن مش في أوبرا وأوبريت زيي، وأنا كنت الوحيدة في الحاجات دي. فكان عندي من ضمن الروايات رواية اسمها كلها يومين. الرواية دي كنت لما أعملها يطلعوا من عندي من التياترو يعملوا مظاهرة في الشارع، لأنها كلها رواية وطنية ورواية عظيمة ورواية تنفع للحالة الحاضرة دلوقتي. فأنا رح أقول منها شوية حاجات، والباقي بعدين في المستقبل اللي هيتقال الرواية كلها والشعب طبعا يسمعها. فأنا هقول حاجة من حاجات منها. يعني مثلا في حتة اسمها صبحة الزبدة. الزبدة دي مش زبدة،
بس هي اسمها زبدة في الرواية، لكن الحقيقة هي حاجة على البلد نفسها. بقول زبدة يا ولدي، يا ولاد بلدي، يا ولاد بلدي، زبدة يا ولدي، اشتري ووزن عندك واخزن، اوعى تبيعها ولا تودعها عند اللي يخون، لا تعيش مغبون وازاي هتهون، بلدي 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 الزبدة. يردوا عليا ويقولوا صبح الزبدة. ارجع تاني اقول خدوا اموالي عدموا رجالي، واللي نفعني رب جمعني على مصريين ناس وطنيين، وخدوا بيدي حفظوا عهدي، دول ناس احرار، بلدي 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 الزبدة. دي الحتة دي لوحدها، فانا كده مغنى من غير حاجة لحد ما تسمعوها كل الرواية على بعضها بالأوركستر بكل حاجة. صباح الزبدة بلدي الزبدة، يا ولاد بلدي، يا ولاد بلدي، يا ولاد بلدي، زبدة يا ولدي، زبدة يا ولدي، اشتري ووزن عندك واخزن، اوعى تبيعها ولا تودعها، اوعى تبيعها ولا تودعها عند اللي يخون، لا تعيش مغبون وازاي هتهون، بلدي 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 الزبدة، صباح الزبدة. وكان في واحد ملحن مشهور في الوقت ده، هو المرحوم كامل الخلعي. لحن أغاني وروايات كتير، أذكر منها التالتة تبتة والشرط نور والبدر لاح ومبروك عليك وآه يا حرامي. وكان الأستاذ الخلعي انولد من أب فقير بالإسكندرية، وكان بيميل بطبيعته إلى فن الموسيقى، فتعلمها حتى أصبح نجم من نجومها، وألف كتابين، الأول عن الموسيقى الشرقية والتاني اسمه نيل الأماني في ضروب الأغاني. أصيب في آخر أيامه بمرض أعجزه فقره عن معالجته، وتوفى إلى رحمة الله في سنة 1938. تعالوا دلوقتي نسمع لحن من الألحان اللي وضعها كامل الخلعي. سبرتو 50 مليني، سبرتو 50 مليني، سبرتو ادي سبرتو فابريكا من نص كبريتا يولع، مات الأزايو في أمريكا نارو قوية والأسوع، أدي سبرتو فابريكا من نص كبريتا يولع، مات الأزايو في أمريكا نارو قوية والأسوع، ولع وابوك يا ويكا بس بقى حاسب لا يفرقع يوش جركة على سيكا، يبقى قلبه متولع ناره قوي، أسعاره هي في الكوبانية 50 مليني، السبرتو بتاع السبرتو
استنى امال يلا انزلي وهاتي ازازتك ما تقول بكام اللتر امال من غير فلوس علشان خاطر ولع ابوك يا ويكا بس بقى حاسب لا يفرقع يوش جيركا على سيكا يبقى قلبه متولع نار قوي أسعاره هي في الكوبانية 50 ملي السبيرتو 50 ملي السبيرتو. طيب وبعدين أنا لو كلمتكم عن الفن مش هخلص. نهايته كان في مسارح كتير زي دار التمثيل العربي وحديقة الأزبكية وبريطانيا وكازينو دي باري اللي محل سينما استوديو مصر دلوقتي، وتياترو الكورسال اللي محل عمارة عدس، وتياترو الماجستيك والإجيبسيانة. تعرفوا ان تياترو الماجستيك فكرني بشخصية لطيفة قوي. عارفين الشخصية دي تبقى مين وكانوا بيسموها ايه؟ كانوا بيسموها بربري مصر الوحيد اللي هو الأستاذ علي الكسار. وافتكر له رواية شفتها في السنة دي اسمها ورد شاه، وكان دايما بيستخدم الأوبريت في مسرحياته، وكان الأستاذ حامد مرسي هو اللي بيأدي الألحان. تعالوا دلوقتي بقى نسمع جزء من رواية ورد شاه اللي مثلها علي الكسار وغنى مقطوعتها حامد مرسي. يا ربي، ايه ده؟ طيرة وانت ايه اللي ضربك يا مسكينة؟ لازم حد بيصطاد في الغابة، يكونش عم زيتون. لكن هيجيب البارود منين؟ ايوه لازم اقعد هنا، دوروا كويس. عمرو يا الهي، يا ربي، خيالها، شبحها، ملامحها. يستحيل اكون صاحية ابدا، لكن ده هو غالب بذاته، بيتكلم بيتحرك. ارحمني يا رب ارحمني. لا، ضروري اوهام، ضروري احلام. اعف عني يا شبح ورد شاه، خفف عني الالام. يا رب ايه التخيلات المخيفة دي. سامحيني يا روح ورد شاه إذا كنت تسرعت في إصدار الحكم عليك، لأن الخبر كان شديد على نفسك. أنا مش روح ورد شاه، أنا بذاتي ورد شاه. إيه؟ إزاي ده؟ ورد شاه ماتت وأنا اللي أمرت بإعدامها. أنت أمرت بإعدامي، لكن ربنا لسه ما أمرش بإعدامي. عن إذنك، أحسن ابنك لوحده في العشة. ابني؟ ابني إزاي؟ فين هو ابني؟ وريهولي، لازم أشوفه. أعوذ بالله، حتى الفيران ملهاش أي أثر في الغابة. يعني إيه، هنموت من الجوع هنا؟ يا حفيظ يا رب. فهمت كل حاجة، سامحيني يا روحي. إيه؟ راجل وياها في العشة؟ عال ده أنا هخش أطربق العش على دماغهم. أنا كنت مخطئ، أنا كنت مغشوش؟ ده أنا اللي طلعت مغفل. ده أنا هخش أولع العش. طب ده أنا زيتون. طب عم زيتون، تعال أبوسك من عينيك، تعال أشكرك. أنت إيه؟ أنا إيه؟ أنا غالب. غالب ولا سحلوب؟ سحلوب مين؟ أنا غالب. أنت جرالك إيه؟ هي فين؟ أدينا هو يا عم زيتون. تعال حقيني، مين حضرته؟ سلامتك، ده جوزي الأمير غالب. غالب؟ أيوة غالب، تعال اما ابوسك من عينيك، وبعد ما ابوسك حملص ودانك. تملص وداني علشان ايه؟ علشان لو كنت سمعت كلامي من الاول ما كانش حصل لنا اللي حصل لنا ده. سامحني يا عم زيتون، ورد شاه قالت لي على كل حاجة، وما كنتش اظن ابدا ان النذير يكون خاين للدرجة دي. خاين وبس؟ ده عمل فينا عمايل ما يعملهاش النمرود. معلش، ان شاء الله هكافئه على عمله واخليك تشوف فيه الشيء اللي يرضيك. ودلوقتي يلا ابن حالا نرجع على الاصل.
الوقت قرب ينتهي ولا كلمتكوش عن السياسة في سنة 1921، وعلشان كده هديكم فكرة سريعة عنها لما صار الشعب وطلب الدستور والاستقلال. كان السلطان فؤاد ضد الفكرة دي، وكانوا الإنجليز يعتبروا كل مصري يطالب بالدستور يقع في جريمة يعاقب عليها القانون، لدرجة أنهم حكموا مئات المصريين وأصدروا ضدهم أحكام أعلنوها في فبراير سنة 1921، وكان معظمها إعدام وأشغال شقة مؤبدة. وكان في وفد سافر للمفاوضة مع الإنجليز، وكان مكون من عدلي يكن وحسين رشدي ومحمد شفيق وأحمد طلعت ويوسف سليمان. وفي 15 نوفمبر أصدر عدلي يكن بلاغا رسميا جاء فيه أن الوفد اطلع على المشروع الذي سلمه اللورد كيرزون إلى رئيس الوفد بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1921، ولقد رأى أن هذا المشروع فيما تضمن أكثر المسائل التي تناولتها مناقشاتنا والمذكرات التي تبادلناها منذ 4 أشهر، نفس النصوص والصيغ التي عرضت علينا عند بدء المفاوضات ولم نقبلها حينذاك. وقد رفض الوفد ما تقدمت به بريطانيا من اقتراحات وأسس للاتفاق. الحمد لله اللي ربنا تاب علينا من الإنجليز وأسرة محمد علي، دول في الحقيقة كانوا هم اللي كانوا مأخريننا. وأحب قبل ما انهي كلامي عن سنة 1921 أسمعكم شوية حاجات لطيفة، وبلاش سيرة الإنجليز وأسرة محمد علي اللي بتعكر الدم. كان فيه السيد أمين المهدي، وأحب أقول لكم إنه تعلم الموسيقى والضروب والأوزان من محمد عبد الله بيه رشيد ومن واحد اسمه أيوب، وتخرج بعد كده على كامل الخلعي، وحفظ التواشيح عن الأستاذ درويش الحريري واحد اسمه علي أحمد صادق، وكانت له فرقة مكونة من إبراهيم الديان قانون، وجرجس سعد ناي، وأحمد العريان كمان، ومصطفى العقاد رق. تعالوا نسمع حاجة من السيد أمين المهدي. أما الغنوة اللي عاوز أختم بيها كلامي معاكم عن سنة 1921 فهي الدور اللي عمله المرحوم الشيخ سيد درويش في السنة دي، واعتبروا النقاد من أحسن أدوار سيد درويش. دور ضيعت مستقبل حياتي في هواك، وزاد علي اللوم وكتر البغدادة.
يا سلام، اهي دي بقى كانت ايام زمان. أيام زمان، برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. كانت هذه الحلقة عن حياتنا سنة 1921، كتبها محمود يوسف ورواها لكم حسين رياض. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.